بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجري الحلقة في 4 من حلقات بيان بلوغ المرام من أدلة الأحكام. اليوم مثلا الموضوع أحاديث الأحكام موضوع مهم. إلا يبوال العلماء ما تشفى لنا لنت الأحاديث دي تمسلاين فين يعني العقيدة الإيمان، لنت الأحاديث دي هضرن فين يعني الأخلاق صرفقة، لنت الأحاديث دي هضرن في الأحكام الشرعية، يعني الوضوء، يعني التصليف، يعني رمضان، يعني الزكاة، يعني الربا، يعني الجهاد، يعني المزارعة، المساقات، التجارة، يكون شوارقي مرة. العلماء اصطلاحا يقارنوا كذا الأحاديث الأحكام ما الذي مزوراني خاطئ وجيم باب التصنيف ما كد نهضر يواس بد نهضر لانت الموطئات في كذا المثال موطأ الإمام مالك ناد لأنه يقارن السنن، أما ديال سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، لأنه يقارن المصنفات المتخصصة سبيسياليزي في كذاكي، يعني بنت كان الأحاديث يعني الأحكام الشرعية، يعني أما كان يعني الوضوء، تصلي، رمضان، زكاة، الربا إلى آخره. ولكن العلماء ديننا خاطئ، مدين أحاديث الأحكام مع انتهى كلمة الأحكام تنسحب على الجميع. أما هضرت في العقيدة تعتبر أحاديث أحكام في العقيدة، أحاديث الأحكام، ولكن يعني الإيمان برب سبحانه، بالأسماء الحسنى، بالصفات العلى، يعني الملائكة، يعني القضاء والقدر، يعني تمثال الآخر، اليوم الآخر، يعني عذاب القبر، يعني تعتبر أحاديث أحكام متخصصة في العقيدة. ماذا يعني عن الأخلاق؟ كيف أحاديث الأخلاق، ذي الحياء، ذي الكرم، الصدق، تيذت، الأمانة إلى آخره. ثقي على كل حال كتفتح كملاحظة في البداية، وكنت سمكتير ذي الحلقة ذي عدن في 3 نهضرت في كتاب الطهارة، مثال كتاب الطهارة باختصار وتعود غير كشود النير. لأن العلماء المقصود بالطهارة معنى إزالة النجس أو الحدث، وبمعنى آخر أقسام الطهارة ثلا الطهارة الحسية إذا تعلق الأمر بإزالة النجس الحسي أو العيني كرمكم الله مثل البول ولا غيرها، يعني نجاسة ما تنكس قرصتاقي الطهارة الحسية أتنثمس أتنزيز دي ثلا نوع ثويسين القسم ويسين ومقارن الطهارة الحكمية، المقصود بذلك إزالة الحدث عن طريق الغسل أو يعني يونا مريا الوضوء ذاكي أديني الطهارة معنوية التفضل زدية يسعى الطهارة الكبرى، ولكن مريلي خسرس الوضوء أدي يعوض الوضوء ما يمكن أن يسبغ الوضوء المعنيس ثقي قارنس الطهارة الحكمية. ندوسية الطهارة ثمان سيدي ربي في سورة الفرقان آية 140 وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ثمان يسعى ينوب عنه التراب وسائر المنظفات أكال كما سنشرح بعد حين. كذلك من الأمور ديالنا نبدأ نشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. في كذا سبب ورود الحديث من الصحابة الناس يا رسول الله نركبوا البحر، يعني تروحون البحر ذلك في السفينة ثفلوك طبعا ينسب الزمان ننسن الناس ممكن تسوي شوية بوامان ماشي تصب بوامان، أما أني يصلح للشرب يثيسي ثمك سفاذ أمشي أنا نخدم ما راه ديال الوقت نصلي ترى أنغ الوضوء شوية بوامان ساعة أنغ يعني أن توضي سوى من البحر. والنبي عليه الصلاة والسلام يفكاس الحديث حديث صحيح ما كان السلام درسني عدان إن يسن هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
العلماء منهم الإمام عبد الله بن مبارك والإمام النووي وغيرهم من العلماء أن ذاكي النبي عليه الصلاة والسلام ودي فكر الجواب في استقسي كان استقسلت فما البحر أما كان يوديون هذه كومبي ديال البحر يبضوا خنزالي ثاكيني ما يجوز توضير سوى من البحر أصلا يجوز نور يجوز لا ولكن في صلى الله عليه وسلم يفكاسن أكثر بين استقسام ذاكي العلماء الند وهذه من محاسن الفتوى يعني ودي فكرة كان الجواب في استقسي إفكاس الجواب أكثر بين استقسام ثمن البحر مجوز بالوضوء إن يسن هو طهور ماؤه أما البحر جوزا باش أمذان أذي توضي السيسم يكمل أكثر بين استقسام الحل ميتته يعني أين تعيش ذي البحر يجوز ولا ما يموت تتشر ولكن فيه تفاصيل هذا وضع الغرصنت بعد حين في قال درسني عندنا خدمة الإعراب سبب الورود إلى آخره وبعدين الشرح المجمل المنهجية المعتمدة الشرح المجمل للحديث يعني جلوبال الشرح جلوبال للحديث ومن بعد نقيس 5 غير البا فقه الحديث بعد نفكر عنوان فقه الحديث معناه ذا شو يغدي يبوي الحديثاني ذا شو الفهامة ذا شو التموسني أغدي الحديث نغ دلالات الحديث نغ استنباطات من الحديث ماذا نستنبط من الحديث نفكاد اختصارا أيضا نادي النقطة ثم زوروث البحر أمان البحر جوزا يعني ماء مطهر طاهر في نفسه في ذاته مطهر لغيره نتزدي ويزيزدي ويا نرد النقطة الثانية الماء الكثير أمان سواطاس لا تضره النجاسات نبويد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأحمد إن الماء طهور لا ينجسه شيء نبويس الحديث وأيضا يميدهن فيه استثناء حديث أخرجه الإمام ابن ماجه وصححه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إنت إلا وقيل الزيادة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ثم يبدل الوصف من أوصاف الماء يعني التفضل إما يغل ومن يتسراحا سان يهير الريحة النغ مرة تعارض التفضل كونسن يعني ذوق نسني في الدل مشاكل إلى دامان النغ لا كولورين سني في الدل لأن داما كانوا يتوظن سبانش بيبسي كولا سلورونجينا كذا خاطر يزمر يودي النوض كيض يتفقر يحسب يتدامان نغيف دراسيون تيجات ثلامان قرعة سعيدة يبوياسيون قرعة سعيدة رسد بنش الور ذكيض يستوضي المي بوسيميس يسار ذي فاسنس طبعا اوريزمون دايور ذي مية دي سنابري فاسن خاطر كان ذي ميدين كورا ذاك المشيرين قالوا تعتف ضاطاس وتبذرض بنشنين الكازوزني ولكن جوست بعد يفسنيك فاقا سيمي يعني الطعم ينس يفدل اللون ينس يفدل لاكون ينس يفدل طبعا ميلات ولد وني نفكاد التفاصيل قيت مثلا ولكن ثلاث نقطة أنوكد شوية في الناس النند ذا شو حكم الماء إذا أصابته نجاسة أمان ذا شو أمانا كيني ميلا في الشمس أكرمكم النجاسة ذا البول ما شابه ذلك يعني أمان تسع ما خلطنا كذا ذاك خلاف فقهي العلماء الفريق الأول الحنفية والشافعية والحنابلة لا شو دنا وكذاكي الماء أمان ميلا ذا الشويط ميلا الشويط بواما ماشي طاس أذ يغال وريجو زارع أسطوذي السيسم أي غار ولو لم يتغير أحد من أوصافه غاس وريف دلار لا كولور غاس ميلا ذوقينس طعمينس مازال كني قلا يعني مازال نورمال مع ذلك وريجو زارع ميلا شوية بواما وكي الفريق الأول إذننا الحنفية والشافعية والحنابلة مثل المالكية المذهب المالكي الناد لا ينجس الماء بوقوع النجاسة فيه ما إلا النجاسة أمن تسا كشمل الكوامان إن يكون يتغلر النجاسة
يعني يجوز استوضاء السيسن إلا إذا تغير أحد أوصافه. مثلا الطن يفدل الكنسم نغضا كل نسم تبدل نغض سلاحا كرمكم الله أثر ذاكيني وكي رأي الإمام رأي المالكية. ولكن فكانت يوم القيد سواء كان الماء قليلا أو كثيرا إنش يمكن العبرة عندنا بتغير أحد الأوصاف. أما شوط بمان نغطس بمان الحكم هو ولكن كملنا عمقان في الفقه السن قالوا بكراهة الوضوء أو التوضؤ به مع وجود غيره. ميل صيغة منوية ستيث 100% ثوالا ضماناكي تخلط يسمى نجاسة أما انتسى ديال المثل إنك مكروه أتجضماناكي خلطن ديك سوا ما انتسى غاسو تبدلار الأوصاف ينسى ما كدني الغا كولور ينسنغ الريحة ينسنغ ولكن مكروه أستوضد السيسن ما السعيض أمانوية إكزديا 100% ثمن انتلا غد العين صار الروبينين ثمن اللهوة ثمن بذفل ثمن نلفير إلى آخره. طيب إذا ثقي الناس اللي درسني عندنا في بعض التفاصيل من بعد أدنو على سجايث مثلا أدنفك شوية تفصيل فين عندنا الحيوانات البحرية إذا ماتت في البحر. الحيوانات يعيشين داخل البحر مموثات ديال البحر. ذا شو الحكم ينس؟ الحوت يتعيشين البحر مدينة الحوت بجميع أنواعه وكذا مسنون سنن الأنواع الحوت قلنا داخل مين الحوت إني مادام يتعيشي ذي البحر يموت. ذا مثلا الجواب يسد الحديث الإسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. جاء الجواب أكثر من السؤال وهذه كما قال العلماء من محاسن الفتوى. طيب إذن الجواب حلال ولكن مثلا الفقهاء يجمل ذي التفاصيل تزرم الحديث المتفق عليه رواه الإمامان أخرجه الإمام البخاري ومسلم إناد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذا شو المعنى الحديث؟ أول ما يفغر بالخير السيفكر بالفقه في الدين. الفقه قيث مثلا ماشي كان ذي المعلومات ماشي كان ذي المعلومات يزمر يوما هذه يسعوا المعلومات باجاج سيونتيفيك المعلومات بالك يحفظ القرآن طاس يحفظ الحديث طاس ولكن وريس على الفقه. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يزمريون أذيويون الفقه يثنت مسنين إيوايا أتفض لعبذني المتلقي لعبذني راس المضض راس حفظه وما راس السكن راس المضض بالك يسعى الفقه أكثر بين سيون الفقه. لذلك كانت العلماء العلم والفقه الفرق بينهما أن العلم يتعلق بكثرة الرواية أما الفقه يتعلق بعمق الدراية. يعني تفضل ثمسنيس تغمق يتعمق في الفهم. لذلك الفقهاء يفصلون وذاك إن شاء الله هذه اللغة الكاش نهار نهضر في المدارس الفقهية تسكر بعض المعلومات مثلا الفائدة. المدارس الفقهية ثلاث المدرسة مقارن مدرسة أهل الحديث ثلا المدرسة أيضا ومقارن مدرسة أهل الرأي ماشي التفاصيل تفكار ولكن مثلا مدرسة أهل الحديث مدرسة وقافة تعتمد على الأحاديث أين كانت يسند الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واستقسينا راه فينو النظرية راه أدفكن فلاس الجواب أشيني دعها تقع ثم سل يعني ميث ضرر من بعد استقسيد. ولكن مدرسة أهل الرأي من خصائصها برمي سي كاركتيرستيك تتعمق قفلات ضرو يوثن تمسات يوثن تغوسة أدفك دي بروبابيليتي احتمالات أشيني ولو كان يضرو كذا وكذا لا شيء يضر مفهوم
مثلا تفضل تمطث تروح في رحله الحج مع مجموعه من الناس رفقه مامونه، من بعد ثموت ولا تيسير بالك يدير كاز مثلا ولا تيسير ادفكن حاجه وضراره، ولكن كاين الزمرات تضر. وطبعا الباباكي لو كان نفتح باب يعني مدرسه هذا الراي ان فطس التمثال في استقسايين اي ردني غير قيت مثلا العلماء لاقي الفقهاء استقسايين ناد مثلا هل يجوز يعني بنادم اذيتش اين تعيش في البحر ولكن يشوفها غير الحيوانات البريه، الحيوانات تعيشين في البر اكرمكم الله القشون الكلب ان الخنزير اكرمكم الله. طبعا ذي الفقه يتمثل باش يكون مره تعاوض يعني اكرمكم الله على طول خطه ولي جانيش في تفاصيل كثيره وتواضع رمي ونسمح لي بين قوسين يعطس كثير يعطس سطس زرد السنه ما يعطس يون السيدي يرحمك الله انت شيني يا خي دين الحمد لله شا يرحمك الله يهديك الله ويصلح بالك الور يون ذوي السنغ مليح يعطس بزاف يعني من كل دقيقه سناف يعطس نشمك ديون ورصه خميس يبدا يعطس 21 يفرد انا كني قال يرحمك الله الناس وين يرحمك الله المنفخ يعني كان من نفغ مساعد ذا ثورة أكرمكم الله وربي أجل الله قدركم يعني أكوين رديني غاكي مجاليش من بعض التفاصيل العلماء ميلا الحيوان تعيش ذي البحر ولكن يشوفها غير الحيوانات تعيش ذي البر الحيوانات البرية ذكر المثال الخنزير كرمكم الله نور الكلب إلى آخره النند الحنفية لا يحل أكلها ثورا بعد نجي المجال التفاصيل يعني ذي المناقشه باش تفك مستقسمين غادي يفك الاضافات غادي يفك التعليق الى اخره. نند اريد زلم وكي مذهب الاحناف الشافعيه اكذ المالكيه نند خاطئ يحل كالسمك ام الاثنين ام الحوت اين كي تعيشين ذي البحر غاس ما يشوفها الحيوانات تعيشين ذي البر الناس كلنا نطبق ظاهر الحديث واضح إن هو الطهور ماؤه الحل ميتته أين كي تعيشين في البحر ذي الحلال قال في القبائل أي دير البحر ذي الحلال ولكن فكاد الاستثناء الناند استثنوا ما يعيش في البر والبحر أين تعيشين ذي البر ويتعيشي ذي البحر مثلا في كان المثال الضفدع أم قرقر الضفدع وكيني يتعيشي ذي البر ويتعيشي ذي البحر نند وكي لا يجوز ذا كيف كانت التفاصيل مثلا الحنابلة نند نكوني نحرم الضفدع خطر وقاسوا عليه ضحية البحر نند لاستخباثها بالطبيعة السليمة خطر به القرآن الكريم حرم عليه الخبائث أحل عليه لنا الطيبات وحرم الخبائث أم قرقراقين الضفدع لو كان شيء كلاسيف أنت تكلاسي هذاك الطيبات لا الطبيعة السليمة الفطرة إذا غير خلق ربي سبحانه تستقذره تستخبثه يعني حاجة خبيثة وريد زمار بنادم أتيش لذلك نند بحرمتها وريد جزالة بنادم أتيش ولذلك كان يعني التفاصيل كمل ذي التفاصيل ويا نند طيب سيدي أنا قيم كان ذي الحوث السمك الذي مات في البحر مدة معينة حتى طفى فوق الماء الحوث اللي يموت في البحر من بعد يفرارد أكاسو دمتي ديال الموجات شوف لا البحر هكا وشي تيطيش الى اخره ذاكي الحنفيه المذهب الحنفي نند مكروه حكموا بالكراهه نند مكروه اكلوه بونديو الحديث ثورة قيت مثلا تسمح لي بين قوسين ذا شو كي انا كندير دوس مزوره الى قنسعوا لا ميثودولوجي المنهجيه ذا شو المعنى المنهجيه في فهم الحديث ورتزمير ضارة هاد السفغض يوث الفتوى نغيو الحكم سكيو الحديث وحدس
إلى قد ذاك الأحاديث إيكانان ثمثلتني باش تشغض لي جوجمون الأحكام. لو كان تفضل كان يقول الحديث يزمر تغلظ يزمر تشغض. وكنت سميت غيث مثلا بعض المعلومات كنت دني سابقا نتعاود باش هذا الزوج قال لها النار يمكن كنت نقول اين يعني الوصيه تيستامون شفي غاش كنت دني ني غونيث مثلا كاس تنقض القران وحدس يزمر تظلمض لي زيرتي الورث الوصيه القران الكريم يناد من بعد وصيه توصون بها او دين. ربي القران الكريم ودينا في القران الكريم ودينا راه شحال وصيه وين العبد قبل ذي مثل ذي تيستامون وصيه وسجد قرن الاف الوصايا عندما يمثال المتجمع نرى كل الاحاديث ونتفاهمنا راه لو كان داوز القران كاين يون قبل ذي مثل ذي الوصيه يون سي الورثه يون ذميس نغ ديال ليس اسيج تيستامون وصيه بالك اسيج النفس نغ اكثر ادي ما يجوز كاين على حسب القران الكريم يجوز ربي من بعد وصيه توصون بها او دين من بعد وصيه يوصيها بها او دين يوصينا بها او دين صافي القران الكريم ما طبق القران اتظلمض الورثه عندك هذه ضاي شيخ مغيمان شنو هو غرض الاحاديث خاطر الاحاديث تبين تبين مجمل القران تقيد مطلق القران مدير الاحاديث هذا فضل النبي عليه الصلاه والسلام لا وصيه لوارث هذا اوري لا قرا اتجد تيستامون يولسي الورثه يوسف قراوي سيتادير اسفكض اون فافور اون بلوس زياده خاطر كما تمثل ادي يسمي شنو يفكر تيستامون اسيني وثمثنيس ياكل زيرتي اتونسيون حذرت تفضل تري كان بافا انا ما بوغ الوصيه الحقيقه مي قبل الوصيه ادي يخدم الله الشان ذا غادي يورث تريكا الروي شويه لكن يا عجبه باش تموت ضايف تنطل ضاين قراك بزكا يا عجبه بافاتنا يخدم اخت باباتنا وري خديمه راه العدليه راه في كماتنا اتجد الحقد اتجد يغورن يوراوي سي بورسا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه للوارث. طيب والحديث يكفي ما يكفيش ارمد الحديث وايا جمعي ثني ديالك خاطر يسمر اسم اخويا معليش وتسكر الوصيه يمين غير لي افكا يونو يليل ذا وجيل اسفك غاك تري كاينو خاطر القران يدي حد الدار والحديث اذا كنت تسكر كان يوسيري زيرتيني اكينا غادي يوثيك وغور تغلظا خاطر الحديث يناد الثلث والثلث كثير ولا قرصت في اكثر اتير اجدو تيرني اذو غالنت الورثويه ان دار حديث وايض وقيل حديث سعد بن ابي وقاص الى حديث وايض ان الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعمالكم زيادة في أعمالكم يعني في حسناتكم فضعوه حيث شئتم ولما جماعة الخير لذلك فلو كانوا في موضوع السمك أديسون حيني الحوت يموت بالك يموت يوم واسنا يوم بين 3 أيام يموت ديال البحر يبض لاجليس من بعد طفا يفرد سفلى بمان يوثيث يطيش يجوز تشنخات ذا قيث مثلا الأحناف الحنفية قالوا بالكراهة خاطر صح عندهم الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود بإسناد صحيح يناد وما مات فيه أي المثم ديال البحر يعني وطفى فلا تأكلوه الله أكبر ولا العلماء ديال نسا وكذي يتنادينا كذي الإعجاز العلمي في الحديث الناند الحديث يؤدي نفهم منه مراعاة الجانب الصحي للإنسان خاطر الحسني إلا ديجا يموت طفى فوق الماء وشوف يطيش وكذا وين يزمر يظن الصحة بنادم ولا ميدسين ثو كذا تمثال تاكيني صافي ثاكي أكاكي ثوارد الشمغ في تفاصيل الثياب أين يعنان الصفر في الدرساكين بعد دروس ويضا في تصليث إن شاء الله درس وايض أنا في تصليث درس بوساكن فوق أين يعني الطهارة ما عدا بعض التفصيلات ممكن كفار الساكين ممكن نكمل في بداية الدرس القادم. طيب سؤر الكلب أكرمكم الله ثورة كل يوم ذكنا ما يليش مدوق جمسة خامس إما يسوى فيذوني وما تشبع ضمان أنت يسوى سقوامني أيدي قران يا أخي إنسان يلغى مني يسوى سقوامني يقول أيدي قران كيسمي سقان السؤر
يعني ما تبقى أي نتيجة وقجون ميكسوا ذو أمان إثبغض شيء تتسوض الشين ذا شو دينا الشرع ديس ولا ذي الإناء يعني أذا في ذون ما الطاس ما الإناء كلمة الإناء يعني أواني أكويني جزمان الجمعنا من سوتان تتخص الومان الغاشي الجمعنا من كل شيء ذي الكيسان ذي الغصيين ذي كفيذونا إلى آخره يصدق جوني شوي يعني يسوى السنة ذا شو الحكم خاطر مادام قالوا تجري في باب الطهارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إناد النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم يعني تسدي الإناء نطاس أما كدني الغفيذ عند الومان نوان إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ما إلا كرم قشون يسوى ذينا سكفيذونني أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب الحديث كي أخرجه الإمام مسلم الصحة إناه ما إلا ثفلان دقشو يسوى سكفيذون أندل الومن تسيث ذاكيني إناه إلا قد سرض 7 شكال 7 يفردان ثم زوروث سوكال طيب بعد نفك دالة الحديث من استنباط الحديث نفك الحديث نفك تفاصيل إلى الفضوايا للإمام الترمذي إناد فليرقه يعني أمانني إدي جوجون سنغليثا وإلى قارت الصوض السيس في الفايدة ديال الصحة نظرا بعض الأحاديث إلا ذا الإضافة في الحديث الإمام الترمذي كيديروا الإمام الترمذي إناش أخراهن وأولاهن بالتراب أما تمزور ثم تسنقر سواكان أي غريب كذفاكان صافي ذا قلنا أمان ذواكان ولذلك كان درسني عندنا مدننا سبحان الله ربي سبحانه يفكر أمان لنا تقول في الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي أما ناقيني إجاريتنا ربي السبان يثوثر ثنا غير حياتنا وصرام أكثر من 70% إنسان ذي الكور النغ ذي الجسد النغ ذمان الباقي ذي غسان ذاك سوم إلى آخره 70% يا عجبة ذمان ذينا ونفس الشيء قلنا ذي الكور الأرضية يعني اليابسة 30% أمان المحيطات البحورات إلى آخره 70% الواحد ربي لو كان نسرح ربي يتفضل البحور اش يضرون كل شويه ربما كان كي ثرقه تغرق غاشوي يظهر العجب هذا ولو كان البحور وكاد تفاضل البحور المحيطات يا ربي الحمد لله كل حاجه ديال الحكمه اما كان يجعل ربي امان السبان تثرثنا مقوم من مقومات الحياه عنصر من عناصر الحياه ولو كان ديك الصاصي بنادم امان استرضى ما كيكون ديني غاسل ليسونس غاسل السوبر مولحو يا نغذي غير نظيف كي نغذي الكازوز وكذلك يجعل ربي ذا النعمة أيضا أماناكي يجعل ربي مادة مطهرة في المادة ذي الوسيلة نتزدي باش نزدي ذا الشو كلا نرد السكون بمان في التراب ذاك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يفذر ذاك باش هذا غديني يسعى وكان المادة نتزدي مهمة جدا من هنا ندرك حكمة التيمم ما لا يون ولا شمال هذا يروح سكان مثلا السروات نغي الرز نرقض زمول الشتوى ما ولا شمال ماشي يا سيدي جغا تصلي ثلاث بدي تتصي في الاحلى كيخدم يا ودي سيايا لان ويغا سي جلباس كان صباح اطاس انت ماشي بحاشا يعني ولكن غادي لا لي مدانا ما يلقض زمول كيني ولا شمال وكذا تجار ثبدي انت وتيرني سي طهور الماء الوثر انت داوي يوثر ثاير ضا الشام الناس يجعل ربي لا وكان ولا الشمال ولا شمال يفعل فيك ومان لا حرج تيمم سواكان يتزلط سفلى بواكان وثاني عملنا ظن ربينا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فكذا سوين فكر ربي سبحانه الزياده في صلى الله عليه وسلم في الانبياويه يجعل قاع ربي في الجامع يا هكا وزيد الطهور يعني فتيمموا صعيدا طيبا الزمر استيمم سواكان نصوص طيب إلا رواية الحديث وهي يتمثل الزيادة الحديث وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يمرث
بلا ما فكر التفاصيل اكتفي بهذا، يعني اكتفي بهذا الكمله غادي شرح الحديث ذاك مثلا انفهم ثورة دلالات الحديث ذا شو الحديث ذا شو لي جوجمون اد نجبس الحديث يقول الاسلام ثم زواروث نجاسة ما ولغ فيه الكلب عند إداء دوقجو يسوى سقامانني أمانني نغلقوثني ولكن الفقهاء كانت تفاصيل أما زمان أما ذي القوث السكسون أو الشربة المرقى إلى آخره أمكنني أمني نطعامني نغمكنني القوثني ثغال تشميش النجاسة يقلان يعني قامن دي الثغال ما يفرزه لعاب الكلب هذا وكي مذهب جمهور الفقهاء هذا مذهبهم فكانت سن الأدلة ذي مقرنة دليل مزوارو ألف أن إمدنا الحديث طهور إناء أحدكم تزدي الأواني نوم أما تقدوح أما ذافذون أما كذا أكيد يسأل الحديث يعني شو الدليل باللي الطعام نغامني أصابته نجاسة الكلب معناه أي لكن دي فغن الدين القرن يعني اللعاب الكلب ذيك النجاسة وقي ذا مزوار ألف با نند ورود الأمر بإراقة سؤر الكلب يساد الأمر في الحديث حديث الترمذي يدينا فليرقه معنى السنغليث إراق أمني ديجا أذن غلن هذا طيب وذاك الطب والحديث يوكد ثمساتك قال الإمام النووي في بعض الشروحات يعني أذكر خاصة الإمام النووي شو دينا أولي سيدنا كيدينا إنه ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره ولا بين كلب البدوي والحضر لعموم اللفظ وكذوال الإمام النووي إنه وليش الفرق يراقجون إني إدي يبويون ولو كان يبوثيد الصيادة يبوثيد يتعيش الخام يتأسس خام الناغذ راقجوني ونساني مولان يعني ولكن يهملن وقال الإمام النووي إنه كيف أي غير إفكاد الناس إنه لعموم اللفظ ولاش ديك سبسه ولا ميدسين أيضا توكدت العلم بواسع الطب بواسع باللي يفرز لعابني إفرازات ذيك المواد نجسة ضارة بصحة الإنسان يعني ثقيت الفائدة للصحة البنادم الفائدة في السنات الحكم والسن ضرورة غسل كذا ماشي غسل بفتح الغين غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب معناتها أما غضفصيني نغضطاسني نغذافيذونني نغتفاقيثني إلا قد نزيزني السبعة ثكان إلا قد نسير ذاك إذا العلماء في كانت شرط تفاصيل العلماء المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن الغسل 7 مرات الناد إلى 7 ثكان 7 يبرر أكيد يسأل الحديث 7 ثكان يقول قد السر الزيادة يعني تأكيد التطهير وإزالة النجاسة هذا أكيدنا والمالكية كانت أكثر شوية لند والأمر تعبدي معنى فيه جانب تعبدي أي غردين تعبدي خاطر ماشي كل حاجة ندرك حكمتها لو كل سكسي غايث مثلا أخويني الوضوء أي غرا إلى ترتيبك يا أخي ما توضي يفسد ذي مزورة هذا تصيونا كانوا يسميون الحديث وايض يتصي كارت الصباح إلى قد يصير ريفاس نيس مزورة قبل ذي ريفاس نيس دي الطاس بون روبيني هضر فلاس روبيني فان ولا شادة في فلوسي قال روبيني ولكن ما إلى الطاس ولا ديوين الطاس إبريق يعني الإناء هذه السير قبل هذه ريفاس نيس داخل إلى قد يصير هكا غادي تفطاس هذه السنغلامان ذا السنغل سيفاس نيس إذا الحديث اللي يكون زرارة أن دانسا نيفاس نيس يعني بكل ذوق الحذاقة يقول هذه الحديث هكي إنك السيور كيفاس نيك السير تيثن زيز تيثن
قبل تيرضى فوسيك داخل الإيمان تصل داخل الفيديو خاطر الزرضرة أن تنسن يفاسني طيب أسيدي أبري فاسن ذيمي ذا قموش ثلاثة يبردان أبري قموش ذا مزارن أبري نزارن ذا قابل ذو ذو أبري ذي فاسن زماكينا بوركوا لي ديتايك بوركوا الترتيبك بار يوث الدين التعبدي خاطر كي خدم النبي صلى الله عليه وسلم نخدم كي وخلاص من العلماء لو يعني تقريبا ذو الحكمه خاطر اوصف الماء يا اخي الماء الوضوء بفتح الواو للناد هو الماء الصالح للوضوء مثل الواو الفتحه زمان يصلح للوضوء مثل الوضوء الضمه وضوء المعنى يس العمليه لاكسيون لوبيراسيونيل عمليه الوضوء أدير ولا قاري يسعو الريحة ولا قاري تسرح الومني ولا قاري تفضل كولور نسن ولا قاري تفضل طعم نسن هكا لذلك العلماء دينا الترتيب الوضوء ديس حكمة سوال لي كتوال هذا تفغامان ولا خص سوالني صافي ماشي باش ماشي الجوز ماشي تمام طيب ولكن جوست ابري فيميو إما يفضل طعم سيدي الفقه سيميو قبل هذا عاد تفغى ما في الوضوء نضيع الوقت إما إلا طعم ينسوري في الدلالة انزل الريحه هذا ديجا في لي سكونتيم زوار تفريض الشغل اسكو كمان يصلح مصلح هذا ابري كمل والله نورمال اي دني غاكا اجتهادات العلماء ولكن كنا ديني الترتيب تعبدي اما كذاك المالكيه ان الامر هنا تعبدي اما غيرهم من الفقهاء فقهاء الحنفيه والشافعيه لذو كذاك المقصود ازاله النجاسه يمدينا النبي صلى الله عليه وسلم 7 ثيكال 7 بردان باش تكس النجاسه ولكن الحنفيه نشدنا الاحناف ان ند 3 ثيكال بركه مثلا نظام 7 وقي مندوب مستحب سورة الحنفية أنسيكم ديك الراياقي سورة السلام الحديث 7 ثيكال في الذرديوث تمثال تسيد قرن علماء الحديث إنك ما إلا راوي الحديث يرواد الحديث طريقة ونسيخذ خلاف ذلك ماذا نصنع؟ تلك مسألة تحتاج إلى تفصيل قد يفعل راوي الحديث خلاف ما يرويه ماذا نصنع؟ في مثل هذه الواقعة الحنفية النند 3 ثيكال يكفي تجزي تكفي تحقق المقصود تحقق الغرض نتزدي ولكن ذا شو الدليل نسن ناند خاطر نكني نغران ذي الفتاوى ان ابو هريره افتى بالغسل بفتح الغين بالغسل من ولوغ الكلب 3 مرات زائد فعل ما أفتى به أبو هريرة يسردت كذلك فقط ذاكي وكي الدليل يدبين الحنفي فدل ذلك على عدم وجوب الغسل 7 معناه مادام يخدمك أبو هريرة إذن أذو غالت 7 ثيكاني أدفغنت سي درجة الواجب هذا الشمت في درجة الاستحباب فغنت تدسي الوجوب شمت الاستحباب معناتها هاد الخصم رأي الحنفية إن يجوز باش تسر عندك يلا أمكنني يلا وقجون 3 ثيكال يكفي يحقق الغرض إنك لأنه أبو هريرة أفتى بذلك 2 يخدم الشيء فعل ذلك في 3 تحقق الغرض في ازدياتيلي إزالة النجاسة 3 تكفي ما تبغي علامات 7 ثاقينا يك من باب الاستحباب حاجة مستحبة ماشي واجبة أما كاينشي اللي غتاخذ الوضوء القبلة ماشي واجب مستحب فرمي بغا يتوضي عندي توضي هكا غرف الشرق نهار توا نورمال ولكن ما تبغي ضجر الزيادة الاستحباب توضا جهة القبلة هذا طيب 3 الحكم 3 تتريب الإناء الذي ولغ فيه الكلب اش معنى تتريب معنى استخدام التراب تستخدمه أشياء
الابحاث الطبيه اما كان لا ميديسين بوسا ثوكدت باللي اشال يسعى ماده مطهره، يسعى ماده يزيزديين. سي بور سا شحال الفلاح الذي يخدم من الميت الوقت باش غادي يفطر مثلا غادي تفكر شويه بكال شغل الصابون، سبحان الله كاني يسعى الماده يجعل يصرف بداخليس يزيزديين اين يمسن هذا. واستعمال التراب ماده منظفه ما كدلنا. طيب في صرمعه جمهور الفقهاء يرى اش يدير جمهور الفقهاء، ما دير الجمهور يعني معظم الفقهاء نند بنجاسه سؤر السباع والبهائم، سباع البهائم ما عندها سوف عند الحكم وايض نند إزم ولقاسي قرنا محروم يعني اسمهم تقبيلي هكا يعني صناعتي دينير نغ وشن نغ افاراض ثعلب رونار هكا نغ وكذاك كامل نغ يدو ويقرص يدو ويقرص القرد نعم يفكي واكي كيف ذا ما الا ميم نتسا ماذا دا يسوى خاطر نقدر ربما يقول لك قرا ساعه كورن السيف كان يسوى بعد يسوى خاطي ممنوع خاطي وكذاكي ورجوز نرى ند العلماء يجمعوا الفقهاء ند لنجاسه لحمها خاطر ما يكسو السم ذي النجس ولا ذي النجس قياسا على نجاسه سؤر الكلب خدما بالقياس. ذاك يتمثل القياس كاينية تفكر يو بارونتيز. القياس ديال علم الاصول هو مصدر من مصادر استنباط الاحكام، سيتادير يول مي فغادي يصير حكم من الشريعه كيف تغوصه كيف تمسات يسعى لي السوس ان داريوها هذه هو القران الكريم بعد القران الكريم السنه النبي صلى الله عليه وسلم، السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الاجماع من بعد وصل مع القياس يقولش المعنى يسكن علماء الاصول قياس امر لامر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في عله الحكم. داكي صافي الاركانينس المقيس او المشبه والمقيس عليه او المشبه به، والحكم حكم الاصل، والعله يعني سبب التحريم، علة التحريم نغ علة ورود الحكم. سي كذاكي الأربع أركان نتاع القياس: إلحاق أمر بأمر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم. إلحاق أمر بأمر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم. نفتح قوس، اسمحوا لي، الخمر يحرمي ربي بنص القرآن، الشراب ذا الخمر ذا الحرام ربي حرمي يفذريث يتسيسميس والحديث يفذريث يتسيسميس، ولكن روح يا زمان جي يا زمان السوف غادي مثلا أين يخدمن أما الخمر نغا أكثر، ولكن ماشي الخمر يسميس يسعى يسمو الويا بلا ما فيها الخدمة يزمر كينينا ربي ويدي فيها صافي يجوز سوا شو حد سوا حرام نبقى ذاك الجديد ذاك المشروبات المسكرة الحديثة تم تحريمها بالقياس. المصدر يقول الإسلام القياس إلحاق أمر بأمر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم. والعلة يجي شوت العلة ذاك شرحها سيد العلماء علماء الأصول: وصف ظاهر منضبط إلى آخره متعدي. ضغف كانت بعض الأمثلة إن كان ترى ربي حرم الشراب إمي يتسلسل أماما خاطئ، هالطريق حرم ربي الشراب إمي ذا سكوا أكرمكم الله يعني خاطئ، ماشي على جال الكولور ماشي على جال السير، حرم لعلة الإسكار خاطر يذهب العقل يتسكير يتساوي العقل بمذان يشوفوا العقل بمذان. ألور العلة كيناك أن داثلة أود الحكم من الأصل طبقيت في الفرع، سي الاصل الحكم اثيد الجبض وطبقت في الفرع. الور ذاكي العلماء بسلام الحكم كان قالوا نند قياسا على نجاسه سؤر الكلب. هذا النقطه الثانيه ثانيا النظر سؤر الهره، يعني
أمشيش سوتي مشيش يعني تعيشني ذنغ أمشيش تمشيش إلى آخره تعيشني ذنغ مثلا في كوزين مثلا إلى آخره. ألورا وكذاكي إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع هاكي خاطر باش تزرم السنة تبغى تقرز تدرثنا تحافظ على سيرنا تحافظ على تسدينا على ثذرثنا إلى آخره. التفاصيل اللي عندي السنة يثبت التفاصيل. لذلك إلا كان سويس على خاطرنا باش نفهموك في المسألة كي اسمي سقسن في صلى الله عليه وسلم فين أديش تمشيش الهور الهيرة تمشيش ما غمشيش ذا شو دينا النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس يعني تمشيش تاقي لا غمشيش تاقي ماشي النجس ورسالة النجاسة إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. الحديث كي يصح أخرجه الإمام مالك والأربعة يا أخي ند لكود ابن حجر العسقلاني مدينة السبعة ألوي السبعة ياكي مدينة الستة ألوي الستة ميند الخمسة ألوي الخمسة ميند الأربعة ألوي الأربعة ياكي معناه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقيل الكودينس ابن حجر مرشيني أخرجه الأربعة معناه أربعة ياكي صافي الإمام أحمد الإمام مالك عفوا إمام مالك ديال الموطأ والأربعة يعني ابن ماجه الترمذي النسائي وأبو داود. ذا شو المعنى يسمي ديال النبي صلى الله عليه وسلم الطوافين الطواف الطوافين أو الطوافات. المقصود بذلك الطواف مع الدوران على الشيء مرة الصيغ الفلاني يخدم الطواف في الكعبة يطوف حول الكعبة يدور الكعبة الطواف حول الكعبة مطلوب ذي العمران ذي الحج إلى آخره. طيب سيدي صافي الطواف معنى الدوران حول الشيء ولكن داك المعنييس ما دير في مشاش غنمشيش يطوي يدور فلانة يدور يوم ذان يدور داخل البخام يخالط العلماء ناد معنى المخالطة أهل البيت يتخالط يدور يتعيشي أك ذي مولان بخام أكي استسمى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ذا شو فقه الحديث ذا شو دلالة الحديث يقول الإسلام الدلالة مزوروث أين دجا ومشيش السؤر الهرة وقي طاهر مطهر طاهر في ذاته مطهر لغيره يجوز الزمرضة مني عندكني اللغو ومشيش الزمرضة الصوض أما كان زمرض صوض الصيص يجوز أكيد خطر النبي صلى الله عليه وسلم ليست بنجس الحديث صريح. الحنفي والمالكية ناند بشرط ألا ترى نجاسة في فمه بالشرط خاطر تيكون اسمحتي اتفضل مشيش يبذ نجاسة الكيميس من بعد يلا يفكيني نغض قوامانني ثم لا سوالني نجاسة خلاص ذينا صافي مادام إلا الشرط إلا ولا قراءة الصوت غادي تصدمض الوضوء هكا. والمالكية المذهب المالكي إناد قال بالكراهة إذا كان مجهول الحال أمشي شنو الله ما زرنا سيدي يوسف زرنا سيدي يوسف تفكر ذاكني إنه قال المالكية بالكراهة ولكن تولي اختلافات الفقهية يا جماعة الخير خاطرنا شرق مذن شي إذا مخالف الفقهاء حسب الاختلاف الفقهاء سي ان بوان فابل ديال الفقه الإسلامي سي فو خطير مازال جوز ان شاء الله نزرطس التفاصيل الناف ما مخالف العلماء ديال الفائده لماذا الفائده كافراد اتفضل سيدي الرماد تساعد هو الغرش تستخدم الدواء ينسبن نغ للحاكم السلطان الحاكم ولي الامر لنت المسائل الكبرى اتفضل مخالف الناس الفقهاء السلطان يختار الرأي الذي يحقق المصلحة أكثر أدي يختار الرأي للفقهاء أدي وين فايدة أكثر الأمة مكثر الحاكم يكفى ووال باش تسير الفوضى يري مذانا. لذلك عند العلماء رأي ولي الأمر يرفع الخلاف
يعني شيء عظيم. إلا المؤتمر في 1948 في مدينة لاهاي، المؤتمر واحد في 1950 51 في مدينة لاهاي، مؤتمر القانون الدولي، مؤتمر المحامي الدولي، زوج مؤتمرات هاكي. اشو درنا نيثنية ماشي في سلمان اسمو قال لي غير شويه الفقه الاسلامي، ان الفقه الاسلامي من خلاف الفقهاء ان اختلاف الفقهاء يشكل ثروه فقهيه قانونيه عظيمه. اثني غديرنا ولك لذلك تاخذ نابليون يجبد الكود سيفيل الفرنسي الكثره ديك يجبد سي المذهب المالكي يكتو طبقا ديال الاندلس يقضى عن سكفاس الكنسلمان يا ولا طاس أطف شري جنسلمان بوين ديال الكود سيفيل نسن بوين تنسى الكود سيفيل الفرنسي إديوسان سي الفقه الإسلامي بضاعتنا ردت إلينا. مازال رزقنا في التفاصيل يتمثل بالأدلة يعني الواضحة باش توضح مسألتك المهمة. أيوة ثورة النقطة الثالثة يتشوف العلماء سي الحديث هكي دل الحديث على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه. الناد مادام تمشيش ولي جزارة شراء يكسب مشيش جزارة ولا ضرر في قاعد يخدعنا يتمثلنا هاولا شنو شتنا يا خاكا يا اخي واحد عامين هاكي في لافير جوستيس وزرا استمسات هي سيال على قضاء جوستيس مليح كرمكم الله ديك سوق بغيول الحمار زلانت بغاش نديرو كاريكاتورا كندير الجامعه خاطر الجامعه تتشاف طاس كان درتي بغا يمشي يختار حتى يقول الفاميليس وقيلا تتشا مكسوب مني لكن نكته كان يعني ولكن خاطر ثورة في قلب تسوى ضرر ربي على خوف ربي خوف ربي. لذلك كتفوت الأحكام الشرعية كلارينات القوانين واضحة يخص وين نظن الإيمان خوف ربي ما يلعب في تسوى ضرر ربي الخير ربح القبائل سيش قارنا قواد وين تسوى ضرر ربي ولي تسوى ضرر ربي ولا ما يشي الحقيقة ظلمك ميسي ضرب ربي يستحقي كي يستغفر الله مما ثغلت تقول تسوى ضرر ربي تسوى غيث أقوات وين تسوى ضرر ربي. ألور نادر العلماء مادام إكسوم بمشيش ويريدو سهلة مالغريسا مادام يسعيش داخل البخام ذي مولى البخام يجوز وين ديجا أماني ديجا كنين يفكي ديجا إلى آخره. فبالتالي من باب أولى فكذا قاعدة من قواعد استخدام العلماء الأصول إليك فمن باب أولى جواز سؤر الحيوانات التي يؤكل لحمها. سفغا حكم إليك الحيوانات يعني الأكسوم السن يجوز أخرفي فقري فاغات أو ثول إلى آخره وكذا أكسوم السن يجوز إما إلا السوال سكيونو في ذون يقرد فبالتالي يجوز تسوال سوامني أماكن يجوز تسخدمط يوين مثل فسؤرها طاهر. النقطة الثالثة والأخيرة باختصار تطهير الأرض ذاكي أكيد يسادي العلماء في الكتاب ابن الحجر يسادي جاء أعرابي مدينة أعرابية كي ذي وليس عايشين في البادية ماشي ذا حضاري يخص يعني شويه الفهمه اكرمكم الله. فبال في طائفه المسجد اكيد يسال الحديث طائفه معناه ذيوث الناحيه وقت زرم ولاش طابي ولاش لاموكيت ولاش ذي الجامعه النبي صلى الله عليه وسلم يختار كيون يوث يوم بمكان اكرمكم الله يسرح ومن تسايس دينا. من بعد يسال الحديث فزجره الناس بقولهم زجره الناس قال شو ولا شو خدمه سؤال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم الناس جت هذه يكمل هذه السفره مانيس نتسايس نورمال. فلما قضى بوله من يقضى الحاجينس امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الذنوب يمر النبي صلى الله عليه وسلم يسوي دافيذون يتشور دمان سنغر السن فمن تساوي مخلوقني خلاص وسينا راه لا حبستت ولا وثت ولا اشرني يوم سنذا ما تسا جماعه سيدي البالا نغدي ذي صباروتك ساكين خاطي اذا تقرا في السمن وخلاص. فاهريق عليه حديث متفق عليه معناه اخرجه الامام البخاري ومسلم هكا. وحديث عن روايه ابي هريره اما البخاري اما ابو داود اما ابن ماجه اما النسائي
الناس النبي صلى الله عليه وسلم فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني يشجعكم يد ربي غير الشجاعي يد ربي وكنوي بالتبعية باش يكون ينيق كنوي ثيوي من الدين اليسر ماشي الدين الشدة نغن العسر. وفي رواية الإمام مسلم الناس لا تزرموه دعوه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، خاطر مي كفدا غادي يشوفوا من تسايس الطياره من تسايس لو كانت حبسا غتسير المضره، ولكن كان في الصلاه والسلام يسعى الحذاقه مثل العجب. لذلك باختصار الحديث كيسعى الدلالات، دلاله مزوروث امان تسع لبنادم ذي النجاسه الدلاله مزوروث سي بوسين في ان الصلاه والسلام ان يصدق ثلاثه امان سيتادير امان تسنغ اكرمان الله اما مزيما مقراه. ولكن العلماء النند ما إلا غمشطوح ظلوف ولا مشطوح سلطة مطوطي ربي تكفي النضح، يكفي النضح. النضح كي معناه الطروش سوامان ماشي ما تفك ثاق ندورثيس نغ الحجافيس نغ الفسايس اتسير ذا لما تنشفها يطيش وكذا خاطي اتتروش كان سوامان ذايا كان ثاقي تمزوالف الحكم مزوال الحكم السين الأرض تطهر أو تطهر من النجاسة المائعة بصب الماء، معنى أكل فيوزن ومن تسى النجاسة ذاك يثمثل إلاق أتزيز ديض أكلني نثمثني. ولا يكفي الجفاف بالريح أو الشمس عند بعض العلماء، معناتها لا العلماء منهم المالكية والشافعية والحنابلة أن ماشي ما إلا يوان إذ قرا من تسيس فكان من بعد أكانني يحوسيثني يطيش ذغا قورن نغضاضو زرم أظو أي سكاو كون ومن تسني ذاكي الشافعية أو كذا المالكية أو كذا الحنابلة إن يشول ما إلا أمن تسني كون سواضو نصيطيش ما يكفيش إلا قد سعدض في اللسن أمان يا أخي واضح. ولكن الحنفية المذهب الحنفي نايخات إنك المقصود إزالة عين النجاسة، وهذا يتحقق بالماء أو بالريح أو بالشمس، وقراءة عند الحنفية هكا الناد الأحناف. أما في المسجد خاطر في كان الجواب الحديث الناس في قرف لا سمان الأحناف في كان الجواب والاستخدام لا غنسم سي الحكمة سي بوسا مما مخالف العلماء مخالف السؤال لا سي الحكمة سعنا لا ريزون سعنا لوجيك ماشي بيبريكان خاطي نند الأحناف نند خاطر إيمين في صلى الله عليه وسلم الناس تقرف لا سلامان خاطر الشغل غير داخل الجامع والجامع إلى قد يزدي بسرعة ونصرى شوية لما ديع الدواظون في حاج يطيش الصديس الغاشي بالك من بعد يشور الغاشي تزال يخدم من الصفوف لما نبضنا سامكانيا دا وين غيتقرا من تسايس هذه الظرف في مكان غير نجسة في مكان نجس، فبالتالي لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باش تقرا من الفلس. هذا النقطة الثالثة مثلا دل على قاعدة شرعية مهمة عظيمة شفت ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما. أشو معنى العلماء ندلو كان يتجامل في صلى الله عليه وسلم يمخلقني لداخل الجامع نسيف ذا استيرا من تسال يحبسنش السوق الفلاس اللي يحبس اش يضرب إناش بروميرمون إزمال هذه السمسيمانيس ولي كان الحديث هذه السمسيمانيس ولا ما داكشي مشطوح اي استيرا من تسال أتتشفو فلاس هذه يفقع تفقع يا خاجة أتسخلعض يعني من بعد يزمر هذه السمسيمانيس كامل ما سيضرب مخلوقني الأعرابيني صافي هذه بروميرمون هذه السمسيمانيس دوزيامون هذه السمسيش تيغنيس ترواسيامون يتضرر صحيا ما يفذا استيارة من تسا من بعد هذه يحبس أنا اشتكيت يغور إن كي سقساغ الأطباء من الأطباء غايدينين سقساغ الأطباء ننسيفري يول ما يلا استيارة من تسا من بعد يحبس دنسوكو يحبس أثني لكن يردخل أنا اشتكيت يغور
وكي الذي الحديث كي النبي صلى الله عليه وسلم سيتادير خير هذه السمس امكانني بواش داخل الجامع يوث المضره ولا هذه يخدم ثلاثه المضرات اختيار اخف الاضرار. في رابعه دل على قاعده شرعيه مهمه ذا شوت ان الدين الاسلامي دين اليسر ماشي دين العسر ميسر. ربي سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. والحديث لمس ليس فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الدلاله الثانيه في 5 دل على تعظيم شان المسجد. لازم تنزيه المسجد عما لا يليق به. الجامع إلى قليل الفاسدي ولا قرا أنقفل الوسخ أين يمسن داخل الجامع هذه الجوامع الفذا ستيث. القوال السليم والسلام عليكم ورحمة الله.